بدني على بعض اللاعبين حسب رأيي خلى معناتها خلانا نقبلوا شوية اللعب معناتها في الشوط الثاني. ممكن المباراة نتاع سوريا الشوط الأول كنا أفضل بكثير، لكن ما تمكناش باش نسجلوا. اليوم بالرغم اللي كنا بعاد شوية نوعا ما كانش مستوى جيد، لكن تمكنا باش نسجلوا. للأسف معناتها أخطاء ساذجة على مستوى التمركز، على مستوى الكرة الثانية، زوز كرات ثابتة جات فينا أهداف. احنا جاتنا بعض الفرص، جات كرة لإسماعيل معناتها في آخر المباراة كان بإمكان الملاعبية معناتها ما نجمش اللوم عليهم. ثم نوع من الإرهاق، ثم نوع من اللاعبين اللي لعبوا وهم مصابين، ثم زوز لاعبين اليوم زاد ما كانش الإمكان التعويل عليهم معناتها 100%. الحمد لله. ما نلومش على اللاعبين، على شكون نلوم؟ على المدرب. فاش غلط المدرب؟ المدرب ديما في كرة القدم كي تخسر ديما المدرب هو يتحمل المسؤولية. خروج هيك احكام. خروج حسام الدخال تشوفوش اثر شويه على وسط ميدان المنتخب الوطني التونسي وقت فلسطين شهدت اكثر مباريات على تونس؟ احنا دخلنا الحدادي على خاطر ولينا 5 ولا 6 لاعبين متر و50، ونعرف المنتخب الفلسطيني معناتها الكرة الثابتة والطول معناتها كنا مجبورين معناتها. انا خممت حتى بعد الهدف الاول الكون يدخل مدافع ثالث، لكن باش نقبلوا برشا اللعب. قاع ما كان السيء، لكن كنت مجبور معناتها باش ندخل مدافع ثالث على الاقل معناتها باش نعملوا شويه توازن. وكي دخل المدافع الثالث ثم فترات معناتها ولينا افضل احنا ممكن معناتها من اللي لعبنا ب4. وحاجه اخرى معناتها زاد كذلك كان ياسين مرياح مباراه كامله عنده اصابه معناتها في الفخذ نتاعو، لكن صح. الصحراوي في البنك بالمباراة الماضية مثلا مباريات صعبة معناتها. احنا ساعات راهو لاعبين خبرة يعني في المنتخب. مباراة معناتها احنا صعبناها التقدير، ما حضرناش مليح، مش حضرنا مليح. شو نعملوا؟ شو نجموا نعملوا؟ نجيو نخاف نقول لها بربي نحيوا المباريات نتاع المباريات الشامبيونز ليج والاتحاد الافريقي معناتها. ماك تشوف المنتخبات نتاع شمال افريقيا، الجزائر، المغرب، تونس، مصر، هما فريق ثاني وزاد يصون ديفيكولتي. احنا 3 عناصر معناتها اللي لعبوا مباراة البرازيل، الاخرين زوز دخلوا معناتها 2. نجموش احنا نقولوا اللي كونوا فريق الاول ماهوش الفريق الاول معناتها. هذا يأثر على البريباراسيون للكان سامي. الولاد معناها كملنا كوباراب صحيح؟ لا ما كملناش. الور هذا يظهر لي هذا هو الكوتي اللي لازم نركزوا عليه. لا ما كملناش احنا. هو للاسف ماهوش مصيرنا بيدنا معناتها. اي صحيح، ولكن مازال اون بوتيت شانس. احنا اون فا جوي جوسكو بو معناتها. الى ربي كاتب لنا توا تربح الليله قطر وربي احنا قطر نستناو فلسطين تربح سوريا. هذا هو السيناريو. البعض قال ان مشاركه تونس في اطار التحضير لبطوله افريقيا مش الهدف الفوز لا احنا عندنا اقل شيء 15 لاعب معناتها ماهوش موجودين معنا. سامي الخروج اصبح اقرب من البقاء في البطوله هذه. ينجم ياثر عليك انت كناخب وطني قبل كوب دافريك، ينجم ياثر على المجموعه في تحضير كاس الامم الافريقيه؟ ياثر علي، ما ينجمش ياثر عليا معناتها اكيد. هو يعني على مستقبلك مقصود في المنتخب. مستقبل بيد الخالق راهو معناتها. خلينا نتفاهموا معناتها الامور هذه معناتها. راهو الارزاق يسوق فيها الخالق. انا اذا كتب لي ربي باش نقعد ولا باش نترشح تو نترشح، واش كاتب لي ربي ما ثم حتى اشكال. وانا راني من اللي جيت من النهار الاول بالنسبه لي في اي وقت نجم نمشي، كسوا تمشيني للاتحاد التونسي ولا نمشي وحدي معناتها. ماهوش بشرطه راهو. كوتش الغلاش مونتال هذا اليوم ما يستوعبش انه يولي عندنا بريباراتور مونتال قار او فريق نتاع اعداد دولي داخل الجامعه التونسيه والمنتخب. قبل الرلاشمون مونتال راهو ساعات البدان ما عادش تجاوب. صح. ساعات راهو البدان ما عادش تجاوب. انا ثم اشياء جانبيه الكل ما حكيتش عليها وما عملتش شماع، ما حكيت على حد شيء. فهمت؟ معناتها الظروف صعبه شويه نوعا ما. يا كريم تكون عاتيه معناتها. هذه مجموعه ثانيه، هذه مجموعه ثانيه معناتها باش يكون ممكن منها معناتها بعض اللاعبين يكونوا موجودين. المجموعه الاخرى ثم حوالي 15 او 16 لاعب باش يكونوا موجودين في كوب دافريقيا.
للاسف اللي يكونوا زاد الاتحاد الاوروبي فرض اللي يكونوا 15 لو 15 تبدا معناتها عدد اللاعبين.